صباح السعادة أو مساء السعادة على أحلى متابعين في الدنيا. يوم جديد وفيديو جديد. النهاردة بقى كده يا حبيبي هنعمل مع بعض العيش التحفة اللي انتوا شايفينه ده. بس يلا كده يا ريت كده اللي أول مرة يشوفني ما ينساش كده يفعل الجرس ويعمل اشتراك حلو زيه عشان أي حاجة بننزلها يوصلكم إشعار بيها يا أحلى متابعين. واللايك يا حبايبي بالله عليكم كده عشان قناتي تكبر بيكم إن شاء الله. شايفين بقى جمال العيش؟ يا سلام بقى لو عملنا منه كده سندوتشات للأطفال وهم رايحين المدرسة، ولا احنا كمان فطرنا بيه كده مع الفول والطعمية. حاجة مفيش بعد كده، وكمان خصوصا اللي احنا عاملينه في البيت. يلا بينا بقى نسمي بسم الله. وعندنا أول مكوناتنا بسيطة خالص. معلقة صغيرة كده ممسوحة من الملح، وهضيف كمان معلقة من السكر، معلقة صغيرة. ضفت معلقة سكر، معلقة ملح. عندي معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. بعتذر على صوتي، بس معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة. ممكن اللي احنا لو عايزين نستخدم خميرة بيرة، عندنا قطعة صغيرة كده من الخميرة البيرة. بس طبعا الخميرة الفورية بتخلينا العجين يخمر بسرعة. بخلط كده المكونات مع بعض كده. فاضل لنا الدقيق. والدقيق اللي هستخدمه في العيش دقيق غلة. بيسهل، عايزة اقول لكم بيفرد العيش بسرعة. العيش ما بيلمش معايا تاني. بنخلص كمية لو عندنا بص، عايزة اقول لكم لو احنا بنفرد 10 كيلو دقيق هنفردهم بسرعة الصاروخ. ضفت هنا الدقيق، مش كنت مستخدمة كيلو، وبفرده برضو كده معاكم بقلب كده الدقيق مع المكونات اهوت حبايبي زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. وهنعجن بمية. مش مستخدمة بقى ولا لبن ولا زبادي ولا سمنة ولا زيت ولا حاجات من دي خالص. هو الدقيق ورشة الملح ورشة السكر ومعلقة الخميرة، وبنعجن بالمية عادي خالص. بقلب كده وهعجن طبعا بايديا. المية حبايبي ننزل بالتدريج، عشان طبعا منفعش نحط كمية مية ملهاش طبعا مقدار معين، حسب كده كثافة الدقيق معايا وحسب العجينة ما تلم. العجينة هنعوزها طرية بس مش بتلزق. هنعجن بقى كده عجنة حلوة كده بايدينا. العجين بيبقى عايز يتعجن عجنة حلوة. هنشوفه بقى واحنا بنعجن، هنحس العجينة بتلزق في ايديا في الطبق اللي احنا بنعجن فيه. كل ده هيلم مع استمرار العجن، هيلم معانا. لو عندنا بقى عجان يبقى نعجن فيه، ما عندناش عجان يبقى نعجن كده زي ما انا بعجن، وهتطلع معانا جميلة. شايفين كده بتلزق في ايديا؟ هتلاقوها دلوقتي ناعمة وحلوة. اهم حاجة بس اللي احنا نستمر في العجن. بصوا بقى هنا بعد ما اتعجنت معايا حبايبي بقت ناعمة وجميلة ازاي وطرية ومش بتلزق. هنغطيها بقى ونركنها على جنب لحد ما تخمر. في هنا بقى الفيديو كنت مفكرة بيصور لما خمرت معايا، وكنت بشكل العجينة كده على قد الرغيف بس ما كانش بيصور. هنا بقى جيب عندي طبق دقيق كده على جنب. المفروض بقى اللي احنا يكون جنبنا طبق دقيق وطبق ردة، اللي هي الردة الناعمة، بس ما كانش متوفر عندي ردة فاستخدمت الدقيق عادي. رش الدقيق من تحت ورشة من فوق، ونفرد العيش يا حبايبي كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بيتفرد معايا بكل سهولة. ونفرد برضه اهوت يا حبايبي. بصوا العجينة ما بتلمش معايا ولا اي حاجة. لايك بقى يا حبايبي بالله عليكم اللي وصل معايا لحد هنا. طبعا بقى بيبقى عندنا لوح او صينية، او لو عندنا كده رخامة كبيرة، رشة برضو كده من الدقيق، ونحط برضو عليها العيش لحد ما نخلص بقية الكمية اللي معانا. عايزين مثلا اللي احنا نفرد ونخبز على طول نعمل كده، بس برضو احسن. او عشان مثلا لما بيكون لوحدينا، او انا عشان كنت بعمل مثلا العيش لوحدي ففردت كل الكمية وخبزته مرة واحدة. لكن لو في حد كده معانا يساعدنا، يبقى حد يخبز وحد يبطط برضو هيخلص بسرعة.
اهو بفرد كده تاني رغيف، شايفين بيتفرد بكل سهولة. ممكن كمان اللي احنا نصغر الرغيف العيش ونعمل كده ايه عيش صغير زي اللي بيبقى في المطاعم، او نجيب كده في سندوتشات الفول والطعمية. فكبر وصغر الرغيف بيرجع لايه، بيرجع ليكم. وادي كمان رغيف اهوت يا حبايبي، بس ما نرفعش كده العجينة جامد خالص واحنا بنفرد عشان العيش ما يبقاش ناشف معانا. احنا عايزين كده عيش طري وحلو زي ما شفتوه في اول الفيديو. وطبعا كده ايه شايفين سمكه عامل ازاي. عايزين بقى يا حبايبي لما ندخله الفرن اي دقيق كده عليه ننفضه، ننفض كده بايدينا. ده طبعا اللوح اللي كنت بقولك عليه، إيه بيبقى حلو جدا. نحط عليه عيش، نحط عليه مثلا عملنا قرص اي حاجة. هنا برش رشة الدقيق عشان زي ما قلتلكم ما كانش متوفر عندي ردة، عشان لما احط العيش عليه اللي انا فردته ما يلزقش. بوزع في كل اللوح معايا اهوت يا حبايبي. وهنا برضو اهوت رغيف معايا كمان اهوت بفرده معاكم. طريقتنا سهلة وبسيطة ومش مكلف، مش موجود عندنا عيش. إيه كسلانين ننزل والشتا خلاص اهوت، يعني بيبقى الجو مثلا شتا او حاجة ندفي كده البيت، وبتبقى ريحة المخبوزات في البيت بتبقى جميلة جدا. بفرد معاكم ده كده ايه اخر رغيف هفرده، وانا هكمل بقى بقية الكمية يا حبايبي. كده بصوا بعد كده ما فردت كده ايه كمية العيش، وده طبعا باقي العيش اللوح مكفاش زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وبصوا بقى على جمال العيش وحلاوة العيش وهو في الفرن، شايفين بيرفع بقى معايا ازاي. ما كنتش طبعا ايه يعني كنت عايزة اوريكم وانا بحط العيش في الفرن وبحركه كده يمين وشمال، بس كنت ماسكة الموبايل بايديا فما كنتش عارفة. هنا الرغيف التاني رفع اهوت، اللي بره ده او اللي على الحرف ده هيرفع معايا برضو، بس عشان كانت النار من الجناب ما كانتش واصله. وهنا بقى يا حبايبي جمال العيش بعد ما طلعت معانا، طلعينه كده على فوطة عشان يفضل طري كده زي ما انتوا شايفين. كان فيديو جميل وبسيط، يا رب كده يكون نال اعجابكم. ما تنسوش بقى يا حبايبي تدعموني باشتراك ولايك حلو زيكم.